فيديو تاني اهو من تحت المدخل العماره، من تحت مدخل العماره. مش بس مباشر. بدأنا عرفنا ايه سبب الإخلة. سبب الإخلة ان العماره قديمه فعلا، ولازم تعالى صور لي كده السقف ده. شايفين؟ صور هنا. ادي سقف العماره بتاعتك، شايفين؟ ده لو عملت له كده هيبقى تمام. تعالى اوريهم الميه بس، اوريهم الميه بتنزل. سبب الإخلة ايه؟ احنا معترضين على الإخلة. صور كده. شايفين؟ ادي العماره من تحت. ادي العماره لو عملت لها كده هتقع. ادي العماره خاف على ارواحك. ادي سبب إخلة عماره بنزيون. عايزين نرجع مكاننا تاني زي ما وعدونا بعد 9 شهور ان شاء الله، ونبتدي ونرجع مكاننا تاني. شايفين الميه؟ صور الميه اللي بتنزل دي كده. نصور. ادي عماره بنزيون وادي الميه دي غرقانه تحت اهو. قرار الإخلة اتنفذ بتاريخ 14/12/2025. تعالى كده صور لي السقف ده. صور هنا كده. هيقع خلاص. هيقع كله. بصوا ركزوا معايا. بص انا عملت كده هيقع، عملت الحته دي كده هيقع. شايفين اها؟ دي لو عملت لها خبطه باي حاجه كده هتلاقي السقف ده كله وجع. ادي العماره. العماره قديمه ومتهالكه ومن سنه 92 وهم بيقولوا هنرمم، مفيش ترميم حصل. 2014 قالوا ازاله، الناس اعترضت. 2020 قالوا ازاله، الناس اعترضت. 2025 قالوا ازاله فعلا لازم ازاله. ادي منظر العماره متهالك خالص. الشقق بتاعتنا، الشقق دي تمليك لينا، هنستلمها بعد 9 شهور. هنستلمها ان شاء الله بعد 9 شهور. وربنا يعين عليكم. تعالى كده. شايفين الميه؟ صور الميه اللي بتنزل. شايف الميه؟ شايف. تعالى كده. شايفين؟ مفيش اساسا عندنا. ده لو خبطت انا بكتفي هوجع. ده لو خبطته بكتف كده هوجع اساسا. العماره متهالكه فعلا. فساعدونا ان احنا نرجع مكاننا تاني بعد 9 شهور ان شاء الله. خلاص. عماره بنزيون، مركز مطاي، محافظه المنيا. صور كده الميه دي. صور الميه بتنزل. صور الطوب اللي وقع ده. صور السقف. صور الاسقف دي اللي وقع. بصوا الله المستعان. ساعدونا نرجع مكاننا تاني بعد 9 شهور. شكرا لكم.